السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غدا سهل سريع وبسيط، وبصدر فرخة واحد بس هنعمل غدا عظمة وهيعجبكم جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو مع بعض. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة كده هعملها، هجيب حلة على النار واحط فيها شوية كده حلوين من الزيت، واول ما يبدأوا يسخنوا معايا هنزل على طول ببصلاية متوسطة متقطعة تقطيع صغير. وبعد كده بقى هبدأ ادبل فيها لحد ما لونها يصفر معايا شوية، يعني تاخد لون ذهبي خفيف كده. بعد كده هنزل عليها بفصين من الثوم المفرومين. هبدأ اشوحهم كده مع بعض كويس قوي لحد ما اشم ريحة الثوم. اول ما ريحة الثوم بقى تظهر معايا هنزل بقى بصدر الفرخة اللي معايا. انا قطعته تقطيع زي الشاورما كده. طبعا غسلتها الاول بليمون وجنزبيل وبعدين صفيتها كويس وقطعتها. النار تكون عالية معايا في المرحلة دي، وما اقلبش الفراخ خالص لحد ما تتشمع معايا عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما تاخد لون زي ما انتوا شايفين وتتشمع كده هبدأ بقى اقلب فيها. هقلبها على الوش التاني واشمعها كويس قوي زي ما انتوا شايفين. واول ما توصل معايا للمرحلة دي هبدأ انزل بالتوابل، معايا جنزبيل ومعايا زعتر، بهارات فراخ، بابريكا، ملح، ومكعب من المرقة. اهم حاجة في المكونات دي كلها معايا هو الزعتر. الزعتر اساسي في الوصفة دي، ما ينفعش نستغنى عنه. هبدأ اقلب التوابل كويس قوي مع الفراخ زي ما انتوا شايفين. نزلت كمان بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهقلبها كويس قوي. ما نقلبش كتير التوابل على النار عشان ما تتحرقش معايا، يا دوب بس نشم ريحتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بواحدة بس من الفلفل الرومي متقطعة صغير. ولو بتحبي السبايسي تقدري تحطي فلفل من الحامي او هريسة الشطة. هقلبه تقليبة واحدة بس عشان انا مش عاوزة الفلفل يدبل معايا. بعد كده هنزل عليه بلتر من عصير الطماطم، ضربتها في الخلاط بس وما صفيتهاش. هقلبها تقليبة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل برشة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده هقلبها بقى وهغطيها وهسيبها بقى تتسبك خالص مع نفسها. في الوقت ده هروح بقى عشان اعمل المكرونة. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كده بمعلقة صغيرة من الملح وحوالي معلقتين كبار من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ انزل بالمكرونة بتاعتي، والمكرونة الاسباجيتي انا بكسرها نصين بس زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ اوزعها كده في المية علشان ما تلزقش في بعضها. هعمل كل الكمية اللي انا هعملها، انا عملت على الكمية دي كيس ونص من المكرونة. بعد كده هبدأ بقى اقلبها بالراحة عشان ما تتكسرش، وانزلها بالراحة كده في المية وايدي معاها علشان ما تلزقش في بعضها وتبقى كتلة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، بس بفرغها من بعضها. بعد كده بقى هسيبها تستوي مع نفسها خالص، بس هسيب فيها تكة، يعني انا هسيبها حوالي من 7 ل8 دقايق، مش اكتر من كده. وهتعرفوا ليه دلوقتي. انا هنا بعد ما عدى عليها حوالي 8 دقايق زي ما انتوا شايفين هطلع المكرونة وهشوفها بس استوت معايا بنسبة قد ايه. انا عايزاها يكون فيها تكة زي ما بنعمل المكرونة البشاميل بالظبط. هبدأ كده اصفيها واشطفها شطفة كده تحت المية الباردة. زي ما انتوا شايفين الصلصة اتسبكت معايا خالص، زي شايفين شكلها حلو قوي ازاي. ما تحاوليش تعملي المكرونة قبل الفراخ بفترة، يعني تعمليها وتكون سخنة عشان ما تلزقش معاكي. هبدأ كده ادي الفراخ تقليبة، شايفين حاجة كده ما شاء الله. والصلصة كده بقى لسه سخنة معايا، هبدأ انزل معايا بالمكرونة على طول. شايفين المكرونة بتنزل معايا بكل سهولة ومش لازقة خالص في بعضها. هبدأ انزل بيها كده واديها بقى تقليبة، اقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق لحد ما اغلفها كلها بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هغطيها وهسيبها لحد ما تتشمع. هسيبها حوالي 3 دقايق وهرجع لها تاني. بعد مرور 3 دقايق بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، هتكون اتشمعت من تحت، هتكون احمرت جدا من تحت زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها وانزل اللي فوق تحت عشان برضو تتشمع.
وهغطيها مرة كمان. بعمل الحركة دي حوالي مرتين، وزي ما قلت لكم المكرونة انا سبت فيها تكة بسيطة علشان الحركة دي، عشان تكمل سواها مع الصلصة، تتشرب كويس قوي من الصلصة وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما تعجنش معايا. شايفين شكلها حاجة كده ما شاء الله. لو عملتيها بالطريقة دي ولادك هيحبوها وكل يوم هيطلبوها منك. يلا بقى نغرفها مع بعض. شايفين بقى الجمال والحلاوة، مش معجنة خالص المكرونة، حاجة كده ما شاء الله. يلا بقى جربيها بطريقتي وقولي لي رأيك ايه في الكومنتات، متأكدة ان هي هتعجبك. انا ما عملتش معاها خالص غير طبق سلطة خضراء، مش محتاجة حاجة جنبها اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.